ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين. هخليكم النهاردة بإذن الله هاخدكم يوم تقضوا معانا في رمضان. احنا دلوقتي رايحين عند ماما. قالت لي تعالوا هاتوا الولاد ادام انتوا بكره ما عندكمش امتحانات او دراسه او مدارس او اي حاجه. تعالي خدي الولاد. النهارده يوم الاربعاء يعتبر، فمايا ما راحتش المدرسه ولا محمد، ومايا كان عندها درس الساعه 3:30 تقريبا. فاستنيتها قلت لها طب يا ماما ايه، انا مش هينفع ان انا ايه اجي افطر معاكم النهارده، خليني بقى ايه افطر يعني اتسحر معاكي وافطر معاكي ايه بكره. وطبعا بنرجع نيجي بعد الفطار يوم الخميس عشان خاطر يوم الجمعه عندنا درس هنا في البيت. الله يعيننا ويقوينا ويعدي السنه الدراسيه دي على خير. تمام، عايزاكم بقى تعيشوا النهارده الاجواء والحماس وتشوفي هنعمل ايه باذن الله، والسحور والفطار هحاول اصور لكم اجزاء 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 كده، ولو نزلت اي مكان برضو هحاول اصوره لكم ما تقلقوش. ويلا عيشوا اليوم معانا ورمضان كريم. السلام عليكم. السلام. سنة طيبة. سنة طيبة. ود عليك الايام بخير. احنا وصلنا يا جدعان وصلنا البيت. ماما انت عندك زبادي؟ عندك فول؟ عندك عيش؟ عندك ناقص ايه؟ زبادي وفول وعيش وجبنه وخيار. عندك كل حاجه؟ دايما عندك الخير يا امي. في يا ماما؟ لا مش هتطلعي يا ماما، غلاسه مش هتطلعي يا ماما. ماما جبتي موز؟ لا ما اقدرش اتعدى على ده. ماما مدلعانا خالص. ماما مدلعانا مدلعانا والله. يا ولد عيب تيتا. ولادي بيحبوا يدلعوا ماما ويقولوا لها دلع، اسم دلع كده. يلا عيشوا معانا اليوم. كنت عايزه اصور لكم بره بس مش قادره اقول لكم على الزحمه. لا ما عرفتش اصور بره بصراحه. الجو زحمه قوي وتكاتك على العربيات على ميكروباصات. لا يلا الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلام. هنكمل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جيبي الكبه يا ماما. عمل قد ايه يا حبيبي؟ 21 سنة، 24 25 سنة. انت عايزة قد ايه؟ نعم خلاص كفايه يا ماما. ثانية. خلاص بقى خلطة المحشي احنا جهزناها اهو، كله جاهز. بصوا انتوا طبعا هتقولوا او هتشوفوا ان خلطة المحشي لونها فاتح، هي مش كده. بصوا بقى القصة في ايه. القصة ان احنا ما بنحمرش البصلاية زي زمان، يعني نقدحها بقى كده وتبقى لونها مثلا غامق شوية. فلما البصلاية بتبقى غامقة طبعا بتحمر الطماطمايه. انما لا، احنا بنعمل البصلايه ني في ني عشان صدرنا، عشان الصيام، عشان تبقى حاجه هيلسي، عشان خلاص المعده ما بقتش مستحمله. انما هي اوريدي اصلا احنا حاطين لها كميه طماطم كتير جدا. تمام. وغير كده ماما حاطه لها بابريكا، فما شاء الله دي زي الفل. والكاميرا كمان مفتحاها زياده، فانا حبيت بس اوضح المعلومه دي لو حد، لان انتوا كتير جدا بتسالوني انت بتاكلي ايه بعد عمليه المراره، بتاكلي ايه يا جماعه انا اكلي بصوا هيلسي خالص ما فيهوش يعني. تمام. وادي خلطه الايه المحشي جاهزه. وحشي يا ست البيت المصريه. هات الكرنب يا ماما. بصوا تاكيدا لكلامي ان الصلصه حمراء. بصوا الصلصه حمراء ما شاء الله زي الفل ازاي. وبرده الكاميرا مفتحاه، يعني دي ما شاء الله حمرا زي الدم. لان ماما اوريدي انا قطعت معاكم كمان الطماطم، بصوا كانت اصلا طماطم حمرا، فاحنا بقى بنعملها كده. خلاص بدأنا بقى نلف
ماما طبعا ايه هتتولى موضوع الايه الكروم، عشان ايه احنا بطاء شويه في موضوع الكروم. وانا هو متولياه هو ايه؟ اصبري بس بتضيعوا هجيبك، مجهودي ليه؟ اصبري هجيبك. فماما بنديها ايه الكروم. بصوا بقى كل المحاشي، اختي هي عماله بقى بتلف لف بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك. ايه ده ايه ده؟ تعالوا بقى افطروا معانا والله، وكل سنه وانتم طيبين ويعود الايام عليكم بخير. وزي ما قلت لكم عشان الناس اللي بتسالني كتير على الاكل بعد العمليه، الاكل كله اهو ماما عاملاه، يعني ما فيهوش زيوت، ما فيهوش دهون، لا لا لا، احنا ما بنعملش بالليه والحاجات دهيت خالص. يعني احنا بقينا بصوا اي حاجه مثلا صحيه بقينا نمشي وراها، عشان الصحه نعمه يا جماعه. عايزين نطلع من رمضان مش مقلبظين زياده، كفايه القلبظه اللي احنا شفناها في الشتاء، حلو قوي لحد كده. عايزه اوريكم بقى نصيحه ماما بقى وشطارتها. بصوا ماما لما بيبقى معاها مثلا شوربه ماشي، بتقومش رمياها. هي خلصنا الطبخه وقعدناها مثلا يومين، ما تقومش راميه الشوربه اللي باقي، لا بتخزن الشوربه في اكياس وتحطها في الديب فريزر بتاعها. هي حاطه عليها شويه صلصه على علمكم تقريبا، حاطه صلصه تمام، وتقوم عامله بيها ايه ساقيه بقى ايه المحشي بيها. بصوا بسم الله. يا لا ايه يا حبيبه المام يا قلبي انت، روح عيوني انت. بصوا بقى محشي مشكل، ودي الهوبر دي اسمها ايه الهوبر. احنا خلاص الحمد لله كده، الساعه دلوقتي يمكن الساعه 4:30. علقنا على المحشي زي ما وريتكم، وما شاء الله ده احنا عاملينه في النهارده، يعني النهارده اول يوم وعملناه اول يوم. فاسم الله اسم الله اسم الله الله اكبر على شطارتنا، صلوا على النبي كده. فانا كنت جايبه البلح ده، انتوا تشوفوا لونه فاتح شويه تمام، ده اسواني. البلح ده يا جماعه سكره قليل تمام. انا جايباه لماما من اسواق علام، للناس مثلا اللي هي بتحب ان هي ما يبقاش السكر كتير في البلح تمام. ده من عند اسواق علام. انتوا انا عامله فيديو على علمكم قبل كده على اسواق علام، حته سوبر ماركت فظيع، هحطه لكم في الديسكريبشن تمام. ده بلح ناقص سكر بمعنى اصح. فقلت لها تعالي يا ماما بقى ايه، بدل ما تقعدي كل يوم تكسري بلح، قلت لها تعالي ما اكسر لك البلح اللي عندك كله يكون جاهز على طول، مسافه ان هي تغسله وتحط له الميه. ماما ما بتحطش اصلا البلح سكر عشان هي ما بتحبش السكر الكتير في اكلها. استنى يا محمد، ده بتاعتي يا بابا. وبعدين تصوري ايه خد التاني، ايه خد التاني. هو التاني فين؟ هات التليفون دلوقتي. ماشي بقى رايح له. الكبشه اللي هي تحت الصلصه في الارض، كبشه الصلصه اللي حله في الارض. فين يا ديما؟ والله ما مش واخده بالي. ماما شايله لي اللحمه الموزه حبيبتي. حطي بعيد حطي بعيد. خدي يا ماما هي بتاعتي. كل سنه وانتم طيبين، لسه ما خلصناش، التقيل جاي ورا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يا لهوي عيني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
سألتها ما هو واحدة واحدة. ها. عليك توكلت عليك توكلت. ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر وثبت الأجر يا واسع الفضل واسع الفضل. فاغفر لي فاغفر لي يا رب العالمين. يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا اتفضلوا معانا.